شحال من واحد فيكم مؤخرا غادي يكون سمع ولا تواصل معاه شي حد واقترح عليه الفكره باش انه يدير فلوس من الدار. كيقول لك غادي تشري من عندي هذا المنتج وغادي تجيب لي جوج ديال الناس ولا اربعه ديال الناس اخرين يشريو من عندي المنتج، وانت غادي تاخذ عليهم واحد الكوميسيون. وقد ما هما يزادوا ناس اخرين قد ما انت الكوميسيون ديالك غادا تطلع. وبهذه الطريقه غادي ترجع فلوسك مدوبله وغادي تولي تدخل الملايين وانت جالس غير في الدار. وكاينين ناس اخرين اللي غادي يقترحوا عليك نفس الحاجه ولكن بطريقه اخرى. غادي يقولوا لك دخل معنا لواحد جروب في تيليجرام، ولا غادي يطلبوا منك انك تيليشارجي واحد لابليكاسيون ولا واحد البوت، وغادي يقولوا لك غادي غير تشارجي الحساب ديالك واحد 100 درهم ولا 500 ولا 1000 درهم، المهم الثمن ما كيهمش. وباش يحسوك بانك راك خدام وما غاديش تخلص على والو كيقولوا لك بانك غادي دير غير واحد الخدمات بين قوسين اللي ساهلين، هو انك تكليكي ولا دير اعجاب ولا تفرج في فيديوهات ولا دير تقييم لشي منتج مثلا. وبطبيعه الحال ملي غادي دير هذوك المهمات كل نهار غادي تخلص عليهم واحد شويه ديال الفلوس. وغادي يقولوا لك انك الا بغيتي تدخل بزاف ديال الفلوس غادي خصك تدخل معنا اعضاء جداد، وقد ما دخلتي اعضاء جداد قد ما غادي تربح عليهم بريم صحيحه. بهذه الطريقه اللي كتبان لك بسيطه وسهله تخدمات هنايا في المغرب اكبر فضيحه عقاريه صدمات المغاربه اللي مشات فيها اكثر من 70 مليار سنتيم. ونزيدك بنفس هذا السيناريو وبنفس هذه الطريقه واحد الراجل في وول ستريت في ميريكان قدر انه يدي 650 الف مليون درهم مغربيه اللي هي 650 مليار درهم. في الحلقه ديال اليوم غادي نحاول نحضركم ونوعيكم ونوريكم كيفاش هذه الماكينه ديال النصب كدور، وكيفاش واحد الشخص ميريكان في وول ستريت قدر انه ينصب على اكثر من 37 الف شخص ويدي لهم اكثر من 650 مليار درهم. وبنفس السيناريو ولكن بطريقه شويه مختلفه كيفاش واحد الشخص في المغرب قدر انه ينصب على المئات والالاف ديال المغاربه ويدي لهم اكثر من 70 مليار سنتيم. باش نفهموا كيفاش هاد الماكينه ديال النصب كدور خاصنا نمشيو لنيويورك لقلب وول ستريت. الراجل اللي هضرنا عليه في المقدمه سميتو بيرني مادوف. هاد السيد ما كانش فار عادي ديال الزنقه وما كانش هاكر مخبي ورا شي شاشه. هاد السيد كان واحد من الاعمده ديال الاقتصاد الامريكي لدرجه انه ساهم في تاسيس بورصه ناسداك الشهيره واللي كتسمعوا بها كل نهار. في العينين ديال الاغنياء والمشاهير والاباطره ديال المال في العالم بيرني مادوف كان هو ايقونه الامل. الا حطيتي فلوسك عنده فانت ما كتخاطرش، انت شاري تذكره مضمونه للثراء. فاش كنقولوا ايقونه الامان تفكروا معايا دوك المجموعات في واتساب وتليجرام وانستغرام اللي كيدخلكم ليهم شي حد وكيقول لكم هذا راه بروفيسور فلان، راه ما كيربحش غير هكاك، راه قاري وعنده تاكتيك. وكيقول لكم باش تيقوني شوفوه راه لابس مزيان وراه راكب على طوموبيله واعره. ايوا بيرني مادوف كان واحد البروفيسور ولكن على مستوى العالم. الاستراتيجيه ديال مادوف كانت سهله، والاهم من هادشي كامل هو انها كانت كتحقق ارباح مستقره ومضمونه في الصيف وفي الشتاء وفاش كيكون الاقتصاد مزيان وحتى فاش كيكونوا الازمات. لدرجه ان بيرني تحول لواحد الشخص اللي مقدس في العالم ديال المال، ولدرجه ان الملايريه ديال العالم كامل والمؤسسات الخيريه والشركات الكبار كانوا كيطلبوا بيرني باش انه ياخذ من عندهم فلوس ويستثمر ليهم. وهذا الشيء كامل كان كيوقع في الطبقه 17 من المبنى ليبستيك الشهير اللي كاين في مانهاتن. ولكن المشكله هو ان السير ديال مادوف كان بسيط بواحد الشكل مرعب، حيت بيرني مادوف ما كانش كيشري اسهم وما كانش كيدخل البورصه وما كانش كيستثمر، ما كان كيدير والو. بيرني مادوف كان كيستعمل واحد الطريقه اللي كتسمى بمخطط بونزي ولكن بواحد الابعاد اللي اسطوريه. غادي نحاول نبسط الامور باش نفهمو مزيان باش نعرفوا كيفاش نحميو راسنا، ولكن في نفس الوقت ما غاديش نشرح بزاف باش الناس اللي نيتهم خايبه ما يحاولوش يستعملوا هذه الطريقه في النصب. وهذه الطريقه راه هي نفس الطريقه اللي كيستعملوها التطبيقات ولي بوت اللي طايحين فيهم الشباب دابا واللي كيقولوا لك نخارط معنا الى اخره. ملي كيجي المستثمر الف عند بيرني وكيعطيه واحد المليار، بيرني ما كيمشيش يستثمرها، كيمشي كيحطها في حساب بنكي عادي. وفاش كيجي المستثمر باء وتا هو كيعطيه مثلا مليار، بيرني كياخذها حتى هي وكيمشي يحطها في الحساب البنكي. وملي كيجي الوقت باش ان بيرني يفرغ الارباح على المستثمرين، بيرني كيمشي ياخذ من عند المستثمرين الاخرين اللي استثمروا معاه وكيعطي المستثمرين القدام واحد شويه من هذاك الشيء اللي استثمروا هذوك الناس. وبطبيعه الحال راه نفس الطريقه كيستعملها هذاك التطبيق ولا هذاك البوت اللي كيعطيك 20 درهم ولا 50 درهم في العشيه حيت درتي لايك ولا حيت درتي واحد المهام في اليوم. راه ماشي حيت الربح نزل من السما، ولكن حيت واحد اخر مسكين اللي ضحيه تا هو شحال الحساب ديالو بواحد 500 درهم مثلا. وراها نفس الطريقه اللي كيستعملوها هذوك الناس اللي كيقولوا لك شري من عندنا هذا البرودوي، وقد ما جبتي لينا ديال الناس باش انهم يشريو من عندنا البرودوي قد ما الكوميسيون ديالك غادا تطلع. وباش هاد اللعبه وهاد السحر ما يتقلبش عليه،
بيرني كان خاصو ديما يدخل مستثمرين جداد، وبطبيعه الحال المستثمرين الجداد كان خاصهم ديما يدخلوا بفلوس اكثر من المستثمرين القدام باش بيرني يقدر يخلص بها الضحايا القدام ويغطي على اللعبه. والتقارير اللي كانت الشركه ديال مادوف كيصيفطها للمستثمرين كلشي كان كيتزور وكلشي كان كيتطبع في هذاك الطابق السري ببرامج قديمه ومعدلات ارباح وهميه. هيئه الرقابه الماليه في ميريكان حقات مع بيرني شحال من مره وديما كتسولوا على هاد الارباح الخياليه وكيفاش كيدير لها، حيت هذاك الشيء كان ما يمكنش. وفي كل مره كان بيرني كيخرج بابتسامه بارده وكيخلي المحققين حشمانين حيت تجرؤوا وشكوا في النزاهه ديال المايسترو. وهذه تقريبا نفس الطريقه اللي استعملتها شركه العقارات في المغرب اللي نصبت على الالاف. كانت كدير ندوات صحفيه فخمه وكانت كتجيب مؤثرين وممثلين باش تسكت الاصوات اللي كتقول بان هذا الشيء كامل راه غير تمثيل وانه ما منوش. في سنه 2008 وقعت الازمه الماليه العالميه الكبيره واللي معروفه، وابناء كبيره دارت فايت وسدات، والناس دخلهم الرعب على رزقهم. وهنا فين وقع الكابوس الكبير اللي كان مادوف ديما كيخاف منه. الناس ما بقاوش باغيين يستثمروا، بغاو فلوسهم دابا. في دقه واحده الضحايا اللي خايفين طلبوا انهم يسحبوا ما يقارب 7 ديال المليار ديال الدولار، ولكن مادوف ما كانوش عنده هذوك الفلوس. في 2 جانبير من هذاك العام بيرني جمع العائله ديالو وجمع ولادو وقال لهم بان هذاك الشيء كامل كان غير كذبه كبيره، وان هذاك الشيء كلشي كان غير مخطط ديال بونزي كبير. ولادو من الصدمه ومن الخوف اللي اتهموهم بالتواطؤ معاه مشاو نيشان بلغوا عليه السلطات الفيدراليه وتحكم على بيرني ب 150 عام ديال الحبس. بيرني مات وهو باقي في الحبس سنه 2021، ولكن النهايه ديال العائله ديالو كانت مأساويه، حيت ولدو الكبير انتحر بسبب العار، والولد ديالو الثاني مات بالسرطان وهو عايش بوحده، والالاف ديال الضحايا ديال بيرني تشردوا. الدرس اللي فكرنا فيه مادوف هو ان الطماع كيقضي عليه الكذاب. ونفس البلان كيوقع على هذاك البوت ولا هذاك لابليكاسيون اللي كتانستاليها، واحد النهار ما كتبقاش خدامه، ولا هذاك الشخص اللي استثمرتي معاه واحد النهار ما كيبقاش يجاوب في التليفون. ولكن الصدمه الكبيره في المغرب كانت في هذاك المشروع العقاري اللي كلا تقريبا 70 مليار سنتيم في دقه واحده. نفس السيناريو نفس الماكينه ديال مادوف تخدمت هنايا في المغرب، ولكن هذه المره ماشي في البورصه ولكن في العقار ديال الدراوش والمهاجرين، فضيحه العقاريه الكبيره ديال باب دارنا. السيناريو كان مبني على البريستيج وعلى ثمن رخيص، اشارات في التلفازه ولوحات عملاقه في كل قنج ومجسمات فخمه ديال الفيلات وشقق ولا في الاحلام. المئات والالاف ديال الناس حطوا دم جوفهم باش انهم يستثمروا في هذوك العقارات، وكاين اللي عطى تسبيق ديال 10 مليون، كاين اللي عطى 50 مليون، كاين اللي عطى 100 مليون، كاين اللي خلص العقار كامل في الاول. ولكن الصدمه كانت ان الشركه اصلا ما كتملكش الاراضي، والشقق كانت غير في التصاور، والفلوس ديال الضحايا الجداد ما كانتش كتمشي للبني، ولكن كانت كتمشي لتمويل اشهارات جداد باش انهم يجروا ضحايا اخرين. والاخطر من هادشي كامل هو ان الراس المدبر كان كيشد الفلوس وكيخرجها ويهربها على برا المغرب. ونهار تفرشات المسرحيه لقاو الناس بان اكثر من 70 مليار مشات واكثر من 700 عائله تشردات. واخا الراس المدبر خدا حكم ثقيل في الحبس، ولكن الناس ضاعت في رزقها. ودابا غادي نرجع معكم للواقع الحالي، حيت الطريقه ديال النصب راه ما ماتتش ولكن غير بدلوا ليها الطريقه. وانا عطيتكم 2 ديال الامثله في هذا الوثائقي، الطريقه ديال التليجرام وديال التطبيقات، والطريقه الثانيه واللي هي كيقول لك شري من عندي هذا المنتج وجيب لنا ناس اخرين وانت غادي تربح كوميسيون ديالك. وغادي نشرح لكم هذه الكذبه بطريقه بسيطه. نتايا كتجيب 2 ديال الناس، و2 ديال الناس كيجيبوا 4 ديال الناس، و4 ديال الناس كيجيبوا 8 ديال الناس. في المستوى 10 كتحتاج 1000 شخص، وفي المستوى 20 كتحتاج مليون شخص، وفي المستوى 33 كتحتاج 8 المليار ديال البشر. يعني خاص كوكب الارض كامل ينخرط باش يربح هذاك اللي في القاع. وبطبيعه الحال الهرم كيطيح، والناس التحتانيين اللي هما الاغلبيه هما اللي كتجي فيهم الدقه، حيت الراس اللي الفوق كياخذ الفلوس وكيهرب. الخلاصه هو ان بيرني مادوف في ميريكان، والفضيحه ديال باب دارنا في المغرب، والتطبيقات والكليكات ولاو هما الطرق جداد ديال التسويق الهرمي. وكيف ما كنقولوا في المغرب، طماع كيقضي عليه الكذاب. وبهذه الكلمات نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. نتمنى نكون فدتكم شي شويه، وان الناس تكون فهمات ووعات شي شويه بهذه الطريقه. وبطبيعه الحال الا عجبكم الوثائقي ديال اليوم ما تنساوش تخليو لنا لايك والاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش الاشتراك في القناه. شكرا لكم على المشاهده، ونتلاقاو في الحلقه المقبله باذن الله.